هاي ازيكم. النهارده هكلمكم عن المسلسل الجديد حالة خاصة اللي بيتعرض على واتشت. مسلسل عبارة عن 10 حلقات بيتعرض منه حلقتين كل يوم 4 الساعة 12 بالليل، ولحد دلوقتي اتعرض حلقتين بس. مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي ومعاه النجمة غادة عادل ومجموعة من الشباب زي حسن أبو الروس، أحمد طارق، هاجر السراج، وئام مجدي، أحمد الأزهر، علي السباعي، لينا إيهاب، والطفل آدم وهدان، وأدهم النحاس، ومن تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار. قصة المسلسل عبارة عن محامي شاب عنده قدرات خاصة اسمه نديم أبو سريع، بيشتغل في مكتب محامية مشهورة اسمها أماني النجار، وبتدور بعد كده الأحداث. المسلسل بيركز على القدرات الخاصة لمرضى التوحد، وإنه إزاي عندهم مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم أكتر من الناس الطبيعيين. بروموهات الدعاية للمسلسل قدرت إنها تجذب الجمهور وتخطط المليون مشاهدة. أما بطل مسلسل حالة خاصة طه دسوقي، واللي هيبقى نجم السنين اللي جاية لأنه قدر يتنقل من الممثل الكوميدي للممثل اللي بيعمل أدوار تراجيدي واجتماعية. بدأ طه دسوقي كستاند اب كوميدي وعمل أدوار كتيرة مختلفة في مسلسلات كوميدي، لكنه أبدع جدا في مسلسل الصفارة مع أحمد أمين واللي اتعرض في رمضان السنة اللي فاتت. ده كان ريفيو سريع عن مسلسل حالة خاصة واللي لسه بيتعرض على واتشت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة، ويا ريت تفعلوا الجرس.